ميسي بيسخر من النادي الأهلي. تعالوا نشوف اللي حصل. المذيع بيسأل ميسي وبيقول له انت طبعا عارف النادي الأهلي. فميسي بيرد عليه وبيقول له هو ده أكبر نادي في قارة آسيا صح؟ فالمذيع بيقول له لأ، انت ممكن تقصد انه أكبر نادي في قارة أفريقيا. فميسي بيرد عليه وبيقول له يا عمي لأ، ده أكبر نادي في قارة آسيا، ده اللي أنا أعرفه يعني. فالمذيع بيقول له ما علينا، بس أنا سمعت إنك لعبت ضد النادي الأهلي قبل كده. فميسي بيرد عليه وبيقول له ايوه، انا لعبت ضد النادي الاهلي قبل كده لما كنت في برشلونة سنة 2009. احنا كنا بنلعب كأننا في تمرين خفيف. الاهلي ساعتها كان بيلعب بالفريق كله دفاع والكورة كانت معانا على طول، وانا كنت مستغرب هو ده نادي القرن؟ فين القرن في النادي؟ فالمذيع بيقول له بس في ناس شايفين ان الاهلي تطور وبقى فريق قوي جدا. فميسي بيرد عليه وبيقول له يعني بقى بيخسر بكرامة دلوقتي، بقى بيخسر بالاربعة مش بالعشرة زمان. وبعدين كل بطولة عالمية الأهلي بيشارك فيها بيخرج من أول دور، وبعد كده يرجع يقولك إحنا بنمثل قارة أفريقيا. لا يا عم، انتوا بتمثلوا قارة تانية شكلها قارة آسيا شكل ما أنا قلت. فالمذيع بيكمل كلامه ويقول له يعني لو انت دلوقتي هتقابل الأهلي في كأس العالم للأندية. فميسي بيرد عليه وبيقول له بصراحة لو احنا لعبنا بالتشكيلة التانية للفريق برضه هنكسب ومش هنسجل كتير عشان ما نزعلش الناس، لكن الأهلي فريق على قده، عنده جمهور كبير بس فريقه مش مرعب. انتم بقى يا جمهور الاهلي قولولي ايه رأيكم في كلام ميسي، وهل الناس اللي بتشجع ميسي بعد الكلام ده هتشجعه في كأس العالم؟ وهل انت من محبين ميسي ولا محبين كريستيانو؟ قولولي الكلام ده في التعليقات. ولو عجبتك الحلقة، وهي اكيد مش هتعجبك بالكلام اللي ميسي قال، بس ادعمني بلايك واشتراك عشان نستمر في نشر المزيد ان شاء الله. وكان معاكم الكابتن، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.